السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه يومياتي مع زينب. اليوم بغيت نشارك معكم كراطان بالدجاج كيجي خفيف سواء العشاء سواء الغدا، مهم كيجي لذيذ. الا بغيتو تعرفوا المقادير خليكم معايا. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا خليت الماء حتى غلى مزيان ودرت فيه شويه الزيت شويه الملحه، درت لي بات كتسلق ودرت ورقه سيدنا موسى خليتهم باش يتسلقوا. وهنا كناخذوا واحد البصيله تكون مويان كنقردوها مزيان باش دغيا تذوب لينا. من بعد كناخذ شويه ديال لاداند اختياري، تقدروا ديروا كفته، تقدروا ديروا دجاج، تقدروا ديروا حتى داند فيمي كتجي زوينه صراحه. باي حاجه كتزيدوها كتجي زوينه. هنا خديت المقله درت فيها البصله شويه الزيت، غندير شويه الملحه. هنا كنزيد شويه ديال البودغ ديال الثوم كتجي زوينه، انا كنستعمل هذه كتجي زوينه صراحه لذيذه، كتعطي واحد النسمه زوينه. انا كتعجبني، انا من عشاق ديال الثوم كتعجبني. هنا زدت شويه ديال البودغ ديال البصله، هذه اختياري بغيتو ديروها لكم الاختيار. انا بعدا كيعجبني كنسم اي حاجه عندي فيها زعما كتنسم الماكله كنديرها. غادي نخليو البصله شويه تشحر لينا وتذوب لينا، عاد غادي نزيدو الطريفات ديال لاداند، من بعد غادي نشحروهم مزيان. كنضيفو هنا شويه ديال البزار، تقريبا راس معلقه صغيره ديال البزار وشويه ديال السكينجبير، كنخلطو مزيان مزيان داكشي. من بعد هنا كنزيد شويه ديال الزعتر، وهنا غادي نزيد واحد شويه ديال الصوص صوجا. صراحه كتعطي واحد لوغو زوين، وانا ماشي من المحبين ديال العطريه صراحه، ما كتعجبنيش، كيعجبني نطيب بالبزار وسكينجبير. سكينجبير كيعطي واحد لوغو زوين للدجاج. صافي هنايا غنخلي داكشي يتقلى ويتحمر مزيان، وغادي ندوزو باش نوجدو صوص بيشاميل. هنا كناخدو 2 معالق كبار ديال الزبده، كنخليوها حتى كتذوب مزيان باش كتطلع لينا البيشاميل ديالنا زوينه. من الاحسن تخليوها حتى تذوب مزيان. عاد غادي تزيدو 2 معالق ديال الفورص، كيجي زوين الصراحه. اللي ما كتصدقش ليه خاصو ضروري حتى يخلي الزبده حتى تذوب مزيان، عاد كتخلطوا هكا. هنا زدت شويه الحليب. سمحوا لي كانت تقطع عليا الفيديو، كيصحاب لي كنصور ولكن ما كنتش كنصور. المهم هنايا درت طاج ديال البيشاميل، طاج ديال لي بات الدجاجه فخوماج حمر. وهنا غادي نزيد شويه ديال الصوص البيضاء اللي عنده، انا تنزيدها باش ما تجيناش ناشفه. هنا غادي نكملوا الطبقات، بقيت غادا الطبقه فوق طبقه فوق طبقه. زدت الفرماج حمر موتزاريلا وغادي ندخلوها الفران على درجه الحراره 200 من الفوق والتحت. تقريبا كتاخدش لنا بزاف ديال الوقت، غنخليوها واحد 20 دقيقه وغادي تشوفوا معايا النتيجه. خليكم معايا. فهذا هو الشكل النهائي ديال الكراتان ديالنا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. المهم هو كيجي لذيذ، ما كياخذش لنا الوقت بزاف، حتى في الفران فاش كنطيبو ما كياخذش لنا، حيت كيكون كلشي طيب، غير كي الجبن كيتحمر لينا من الفوق وكتحمر وكتماسك هذيك الكريم والصوص بيشاميل. كيجي الصراحه لذيذ، كنتمنى تجربوه، كيعجب كبير وصغير. وشوفوا لي هنا التعليقه ما كتجيش ناشفه مع هذيك صوص بيشاميل وصوص البيضه، كتجي كتحمق. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك باش مقدمه نشارك معكم الجديد. ومرحبا بكم في قناتي يومياتي مع زينب، ونتلاقاو في فيديو جديد.